دنيا بطمة الفنانة المغربية أثارت جدلا واسعا بصورة جديدة جريئة من مدينة طنجة شمال المغرب. وقد ظهرت دنيا بطمة في الصورة التي نشرتها عبر انستغرام بفستان أسود ضيق وقصير جدا يكشف جسدها بوضوح، كما وقد تركت دنيا شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها وبدا أطول من فستانها. والذي لفت أنظار المتابعين هو الحذاء الذي استكملت دنيا بطمة إطلالتها به، فقد ارتدت الفنانة المغربية حذاء زهري اللون بكعب ضخم جدا أثار سخرية متابعي دنيا، فكتبت إحداهن: أعيريني هذا الحذاء لأطل به على مستقبلي. وسخر آخر معقبا: مع دنيا مش هتقدر تغمض عينيك. وشبه آخر ملابسها بملابس فتيات الكباريهات، وكتب: دنيا أنت فنانة عظيمة، لكن هذه الإطلالة عيب وعار على جمهورك، خلي هذا اللباس لأصحاب الكباريهات، لا يليق بأم لطفلتين. وقد كانت دنيا بطمة تنشر صورا وفيديوهات بملابس جريئة منذ قرار المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي قضى بطلاقها من زوجها البحريني محمد الترك. جمالك جمال، جمالك جمال. كما وقد نشرت الفنانة في وقت سابق مقطع فيديو وهي تمارس التمارين الرياضية بملابس جريئة، وأرفقت الفيديو بتعليق: Be a strong woman، كوني امرأة قوية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكما بحبس المنتج البحراني محمد الترك 3 أشهر وتغريمه 3000 درهم في اتهامه بالتحريض على الفساد في قضيته مع زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة. وفي السياق عينه أدانت المحكمة المواطنة المغربية وصال التي كانت معه في قضية خيانته لأم بنتيه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 درهم. صافي قلت له أوكي، قال لي اليوم تي ديسپونيبل. ومن ناحية أخرى قال محمد الترك في تعليق على حسابه بإنستغرام يقول: مبروك الجولة الأولى، المعركة لا تربح من الجولة الأولى، باقي جولات كثيرة ونفسي طويل. تيجي واحد النهار وربي سبحانه تيبين لي الحقيقة، وماشي غير أنا حتى